بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رجعنا تاني للدوري المصري الجميل الحلو اللي هو بالنسبة لنا زي البريمير ليج كده اهو. بعد التوقف الدولي وسدة النفس بتاعة المنتخب في الأداء، تصريحات الكابتن حسام حسن واستقالة الكابتن محمود الخطيب وفلس نادي الزمالك وما فيهوش فلوس، اللعيبة ما خدتش فلوس، وجينا بقى نشوف ماتش الزمالك والمصري. ماتش ممتع، من أحسن المطوشة اللي شفتها لحد دلوقتي في الدوري، ومن أحسن مطوشة الزمالك اللي لعبها لحد دلوقتي. فوز حلو، آه، أداء كويس، في مكاسب الماتش، بس ده فوز مفخخ. يعني إيه فوز مفخخ؟ المصري زي سيراميكا، زي بيراميدز، زي الأهلي، زي البنك الأهلي، هيلعبوا لك لعب مفتوح. هينزل يلعب هينزل يفتح الملعب قدام منك ويهاجمك هجمة بهجمة، زي الشوط الأول كده ما حصل. هجمة هنا وهجمة هنا، هجمة هنا وهجمة هنا. يعني لو الهجمات ولو الفرص اللي جت للمصري واللي جت للزمالك لو دخلت اجوان الشوط الاول دوت مثلا يطلع 3-4، يعني 4-4 3-3، حاجه زي كده. فالمصري بيلعب لعب مفتوح. اللعب المفتوح قدام الزمالك هتزعل. بمعنى، عندنا لعيب في الزمالك اخوان بيزيرا، اللعيب دوت هتفتح قدام منه مساحات، هيلسوعك هيلسوعك هيلسوعك. واللي زاد وغطى النهارده كمان اللي ناصر ماهر، اللي انا ما اعرفش كتالوجه ماشي ازاي، فايق النهارده على حظ المصري. اللي ناصر ماهر فايق. طبعا ناصر ماهر النهارده هيفوق، اضرب له غطس 3 4 مطوشه مثلا ممكن لحد ماتش الاهلي، فانت ما تشوفوش بقى الثلاث مطوشه الجايين دول. ان شاء الله كده يبقى يصحى من النوم على ماتش الاهلي كده هوت، يبقى يسترد عافيته يعني. هو ناصر ماهر كده هو هيلعب لك ماتش وهينام قدام منه 3 4 مطوشه. يعني يا ريت ينام ويفوق على الاهلي، يعني ما يفضلش فايق وينام على الاهلي، ده انا اتمنى كده. الزمالك اي فريق هيلعب قدام منه لعب مفتوح هتشوف ماتش روعه. اخوان بيزير ياخد الكره يرقص واحد واثنين وثلاثه، وعمر جابر يطلع من ورا منه والدنيا شغاله. وناحيه الشمال ادم كايد ده يا جماعه، ده تاني اسيست يعمله بنفس الطريقه. ادم كايد مش مكانه وينج شمال ابدا. ادم كايد ده مكانه مكان ناصر ماهر. هتاخد منه كره عاليه قوي. النهارده شيكو بنزا بيجيب، ما بنحسش بيه. بس الفرق اللي ما بين ادم كايد وشيكو بنزا، شيكو بنزا لما بياخد الكرة بيجري وبيطلع بره الملعب. ادم كايد بياخد الكرة بيجري بيخش جوه الملعب. يعني شيكو بنزا زي مصطفى شلبي، هما الاثنين واحد. يطلع يجري 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 لحد خط التماس، ما اعرفش بيعمل ايه، بس هو عايز يجري، عنده فرط حركة في الجري. ادم كايد بيخش جوه. اسيست ادم كايد جميل، كورته حلوه، بس هو عايز يتحط في المكان الصح، يا يلعب 8 مكان عبد الله جنب عبد الله السعيد، يا يلعب 10 مكان ناصر ماهر. هو ما لهاش حل تاني. هتشوف ادم كايد لاعب فوق الوصف. اخوان بيزيرا اللي هيسيب مساحه قدام اخوان بيزيرا هيتلسوا على سواعه وحشه. الراجل ده يا جماعه النهارده من افضل المطوشه اللي لعبها لحد، يعني هو لعب 3 4 مطوشه، ده افضل ماتش ليه. الراجل بيعمل كل حاجه في الكوره. اللعيبه مش عارفه توقفه، يعني لعيبه الدوري المصري خلاص مش هتعرف توقفه، هتشده هياخد انذار. هو بقى عمالين يضربوا فيه، عمالين يضربوا فيه ضرب غير عادي. الولا عيني مش مستحمل، يعني الولا هيجي هنا اهوت هيتدغدغ متدغدغ اصلا، يعني هو تلاقيه ده يتعمل له استشفى، ده يقعد في بانيو مليان تلج ما فيش ميه بسبب الضرب اللي بيتضربه في الماتش. ده اخوان بيزيرا ده لاعب عالي قوي، ويا ريت محدش من جمهور الزمالك يقول الفرق ما بينه وما بين زيزو. لا، محدش يقول كده اهو. زيزو لعيب كان شايل الزمالك 3 4 سنين. خلينا نتكلم الحقيقه ونتكلم كوره، نتكلم كوره. زيزو كان شايل الزمالك 3 4 سنين. ده ليه مميزات وده ليه مميزات، ده ليه طريقه لعب وده ليه طريقه لعب. اخوان بيزيرا بياخد الكوره يرقص واحد واثنين وثلاثه ويقطم زي شيكابالا وممكن يشوط او يرفع. زيزو ياخد الكوره يطولها يطلع يجري السبرنت بتاعه اسرع من اي لعيب تاني.
فهو عنده استعداد اللي هو سابق المدافع ويعمل عرضيات حلوة وبيشوط كويس. فده حاجة وده حاجة. اللي هييجي يقول لي أصل إحنا كان مضحوك علينا ومش مضحوك، لا مش مضحوك علينا. إحنا واخدين زيزو وعارفين عيوبه إيه ومميزاته إيه. فما تجيش أنت النهارده بعد ما زيزو راح الأهلي تقول لي أصل إحنا كنا مضحوك علينا والأول لا تكلمني ومش عارف إيه، أول لا تكلمني الكلام دوت فكسان. ده كلام فكسان. انت كسبت المصري، بس انت اتعادلت مع المقاولين وخسرت من وادي دجله، وعندك كهرباء الاسماعيليه هتتعادل يا هتخسر ليه؟ لان ده فريق طالع من درجه تانية. احنا كده اهو، احنا بنحب نشارك الفرق الدرجه التانية ونديها ثقه، فالثلاثه بونت اللي بياخدوهم هم ياخدوهم مننا احنا. الزمالك ده مش مقياس لفرقه تاخد دوري، ده مش مقياس خالص. المصري بيلعب جيم مفتوح، انت في الجيم المفتوح تقدر تعمل جيم حلو، انما جيم مقفول زي المقاولين وريني نفسك بقى. وريني نفسك مثلا قدام المقاولين، قدام وادي دجله، فرقه بتاخد الكوره وبتستحوذ وبتحرمك من الكوره تماما، وفي الدفاع بتعمل لك بلوك ما بتشوفش حاجه. فده فوز كويس، اداء حلو، اداء جميل من فرقه قدام منك بتلعب جيم مفتوح. فانت ما تجيش بقى دلوقتي كجمهور الزمالك تهيص وتقول احنا الاول واحنا متصدرين واحنا شوف احنا الكام وهم الكام، ده لسه بدري. احنا عندنا الاربع ماتشات الجايين دول ضرب نار. فيا ريت بس جمهور الزمالك يهدى على نفسه شويه، ويا ريت جمهور الزمالك كده هو حكايه بقى متصدر لا تكلمني ومتصدر ما اسمعش صوتك. ده لسه بدري قوي 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 قوي. هنشوف الماتش الجاي هنعمل ايه. طب هنشوف قدام غزل المحله هنعمل ايه. ده غزل المحله هيعملها لك حيطه مش اتوبيس. علاء عبد العال هيبني حيطه قدام المرمى بتاعه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المكسب النهارده بصراحه من وجهه نظرنا مش الثلاثه بونت ولا الثلاثه صفر. المكسب النهارده محمد اسماعيل. محمد اسماعيل لاعب رايق، لاعب كورته حلوه قوي، لاعب جميل، لاعب عنده ثقه وبيعرف يطلع الكره من ورا لقدام. بيفكرني كده بحته صغيره كده اهو من محمد عبد المنعم. لعيب رايق. دي مميزاته. عيوبه اللي هو بطيء، بطيء وفي الالتحامات مش قوي. صلاح محسن عدى منه كذا مره بالسرعه. في الالتحامات برضك مش قوي، يعني محتاج برضك اللي هو ايه، يخلي باله من الحته دي. بس كلاعب كوره مدافع رايق. عمل كوره النهارده مش عارف الدقيقه 60 ولا الدقيقه كام. لقيته مره واحده بقى وينج رايت. يعني هو لقيته مره واحده هو اللي قدام وعمل ثرو باس. مش عارف عدي الدباغ ولا خوان بيزيرا، مش عارف مين فيهم، عمل ثرو باس حلو قوي. فمحمد اسماعيل من المدافعين الحلوين قوي. ودي فرصه عمرك اللي انت تمسك في الفرصه دي. دي فرصه ما تتعوضش. الونش عمل معاك احلى واجب. الونش عمل معاك احلى واجب في الثلاث ماتشات اللي اخدهم دول، وعمل معانا احنا احلى واجب. يعني الونش احنا هنتحرم وهنترحم من الكور الطويله اللي بيعملها. يعني بصراحه كور طويله عقيمه عقم السنين. دي احلى حاجه الونش عملها اللي هو خد طرد. يعني رب ضاره نافعه فعلا. محمد اسماعيل النهارده مدافع جميل، مدافع احب اشوفه. آه اللي في المصري بقى اللاعب اللي مش عارف اللاعب المصري جاب اللعيب ده منين. ده غموم ده. ده غموم دوت لاعب لاعب غريب. وانا مش عارف ازاي الكوكي مدرب المصري خلاه باك وينج رايت. النهارده محمود بنتاج عمل عليه ماتش جامد، بس هو لما كان في نص الملعب في اول ماتش لا، ده لعيب ده لعيب جبار. ده لعيب عنده ثرو باس بيطلع، الرفعه بتطلع من رجله بصراحه. حاجه كواليتي جميل، كواليتي جميل جميل يعني. عيبه اللي هو بس بيحب ياخد الكرة يرقص بيها الفرقة كلها. بس هو عليه رفعة وعليه ثرو باس، يعني بصراحة لعيب فوق الوصف. ماتش جميل، ماتش حلو، فوز جميل، مفخخ. وانا عندي كلمتي. والمطوشة اللي الزمالك
أي فرقة هتقابله هيقفّلوا فيها الملعب، الزمالك مش هيشوف كورة، مش هيشوف الجون دوّة عامل إزاي. هو هنا بقى اللي أنا أقدر أحكم على الزمالك، إنما فرقة فاتحة لك الملعب وبتهاجمك هجمة بهجمة، لأ. دي م ده عادي جدًا اللي أنت تكسبها، ده طبيعي اللي أنت تكسبها، باللعيبة اللي عندك وبإخوان بيزيرا ده لوحده، ده عنده استعداد يشيل الملعب كدهوّة ويمشي بيه. آخر حاجة بس يا جماعة عايز أتكلم فيها، لاعب لعب 6 مُطوشة، 90 دقيقة، عنده 40 سَنة والناس ما زالت بتتكلم عليه وِحِش، عبد الله السعيد. اللي يقول لك عبد الله السعيد يبطّل أو عبد الله السعيد وِحِش، قُل له ريّح عشان تستريّح. قُل له ريّح عشان تستريّح. عبد الله السعيد لو واقف في الملعب قاعد على كرسي بيشرب كوباية شاي في نُص الملعب كده وما بيعملش أي حاجة، كفاية اللي هو هيكاتشن الجيم من جوّه الملعب. اللقطة اللي أنا مش قادر أنساها، كورة ملعوبة من خط الضهر، عُدي الدباغي استلمها، لعبها من لمسة واحدة لعبد الله السعيد. الكورة كانت ورا عبد الله السعيد سيكة، يعني سِنّة بسيطة. الكورة دي كانت فين؟ كانت ناحية الشمال ناحية بنتايج قبل نُص الملعب. الكرة القطرية اللي غيّر بيها عبد الله السعيد الملعب من الشمال لأقصى اليمين وخلّت إخوان بيزيرا يروح على الجون، أتحدى لاعب في مصر يعمل كرة زي دي. عبد الله السعيد ليه كِوَر لازم تُدرّس للعيبة. عبد الله السعيد 6 مطوشة 90 دقيقة، ما فيش miss pass يا راجل، miss pass 1 والّا 2 في ال6 مطوشة، وييجي يقول لك عبد الله السعيد وِحِش وكبير في السِن. يا عم ريّح أنت شوية، ريّح اللي يقول عبد الله السعيد وِحِش دوّة وعبد الله السعيد مش عارف أنت تريّح، أنت تريّح. عبد الله السعيد يا جماعة الجون التاني للزمالك في مودرن، اللي عايز يعرف عبد الله السعيد يعني إيه كاتشنة، يعني إيه كوتش جوّه الملعب، يتفرّج على جون التاني للزمالك في مودرن. ويتفرج عبد الله السعيد قال إيه البنتايج، رجّع الكرة لحسام عبد المجيد، قام قايل للونش اعمل stretch للملعب، بنتايج نزل يستلم الكرة، قام هو عامل scan ورا منه للمدافع اللي جاي يمسكه، قام نازل مستلم الكرة من لمسة واحدة، عمل 1، 2 عبد الله السعيد هو وحسام عبد المجيد، قام لافف لفة طلّع المدافع من ورا منه، أخد الكرة من نُص الملعب طلّع 3، 4 لعيبة برّه الكورة. عبد الله السعيد ده لازم يُدرّس للاعيبة مصر. لاعب عنده 40 سنة، أفضل لاعب في الفرقة، وأفضل لاعب في الدوري. لاعب عنده 40 سنة بيلعب 90 دقيقة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عندنا لعيبة تانية عندها 25 سنة و26 سنة مش قادرة تجري بعد الشوط الأول. يعني عبد الله السعيد أنت شابوه من هنا للسنة الجاية. بصراحة يعني أنا ما انتظرش أي حاجة من عبد الله السعيد غير اللي هو بس يكاتشن الملعب، يكاتشن اللعيبة جوه الملعب. لعيب دماغ. تيجي يقول لك عبد الله السعيد كبير في السن، يا عم ريّح. ألف مبروك للزمالك. واللي عجبني النهارده كمان المنظومة الدفاعية حلوة شوية، مع إن كان في شوية هفوات، بس بسبب بُطء محمد إسماعيل يعني، بس المكسب حلو، ومكسب محمد إسماعيل أحلى وأحلى، ويا ريت من جمهور الزمالك اهدوا شوية علشان لسه بدري، ما تدّوش اللعيبة وما تدّوش الجيم أكتر من حقه، اللي إحنا نكسب ده طبيعي. اللي الزمالك يكسب المصري ده طبيعي، اللي الزمالك يكسب سيراميكا والمقاولين ده طبيعي. أتمنى من جمهور الزمالك يهدى شوية علشان اللي جاي صعب، اللي جاي صعب أوي، وهنشوف المطوشة الجاية هيحصل إيه. سلام.